Welcome to Algeria. We are happy to welcome you, a great nation of football. In Algeria, we call Brazilian football. It's a welcome to Algeria. Okay, thank you. الأنجلي نقية الأنجلي نقية. معه أمس قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجماع عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين إن لم يسافر المنتخب الوطني إلى مدينة قسطنطينة عبر رحلة مباشرة. هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة. أصل من فصول الخصومة وتصغير الدماء والتصرفات الصبيانية بين النظام الجزائري والمغربي. هناك ذبابا يطن متمثلا في السيد لقجع هذا. واش كاين هذا بنادم هذا كريزي مان؟ القزم الذي أراد أن يكون وزيرا لخارجية بلد يشترط علينا أن نفتح المجال الجوي حتى يسمح لنفسه ليرضي غروره بأنه فك الحصار على بلده من خلال وصول الطائرة المغربية إلى الجزائر، بينما الجزائر قد أغلقت في وجوههم المجال الجوي. الله تبارك الله تبارك الله. شكرا. الجزائر ترد على طلب لقجع. عموما يمكن اعتبار السيد فوزي لقجع هو العدو الجديد لوسائل الإعلام الجزائرية. المغرب يريد الضغط على الجزائر، يرفض المجيء ليس بسبب الجامعة المغربية بسبب الأموال، ولكن يتحجج بالخط الرابط بين الرباط وقسنطينة. بس عندي ما يسألك أراك على بال. في حال رفض ذلك لن نشارك في البطولة. فلينسحبوا وليذهبوا ولا يعني الدنيا قائمة بغيرهم. هاي ويا حبيت ما تجيش المغرب ما تجيش الله يسهل عليك. ليش العجاجة البخار اللي درتي لنا شنو بغيتي يعني؟ ونذهبوا لا نريدكم عندنا ولا نفتح المجال. مش تفسر أنت بتقول لي إيه؟ محتفظ باللقب يعني هو حامل اللقب. طبعا وجود المغرب مهم جدا في البطولة، ده كل ده من قبل ما يبقوا رابع العالم. مشكلتنا احنا في الداخل وليس في الخارج. قبل ما نتكلموا اليوم على القجع نتكلموا على التوانى اليوم اللي في كل مرة وكانوا هذا البلد ما عنده ولا شيء. على دولة. دابا دخل عليكم بالله. دابا اش غادي نمشيو نشاركوا؟ شنو غنمشيو نديروا؟ راه اصلا كاع المنتخبات كلهم انسحبوا. شان الجزائر 2023 اصبحت مهدده بالفشل. مجموعه ديال المنتخبات تهدد بالانسحاب من شان 2023 بالجزائر بسبب المغرب. عندنا نشدوا القتلى. اويلي باش قتلوا على السم. D'ailleurs, notre slogan c'est Marhaba, l'Algérie accueille le continent africain. نفس الإحساس اللي كان عندي. شكرا على هذه المعلومة القيمة. العدس. نطلب لانه هاد لا ماسكوت سيتي ان كونكور كون ا لونسي اوفير ا تو البوبليك الجيريان، وكان فيه مشاركه تاع جمهور كبير، وكان عندنا يعني تميمة الذكاء الاصطناعي. تميمة الغباء الاصطناعي.
حنا نتكلم دوك شوف توري لي هذا انت شت فيناك سمين، انا ما شت فيناك سمين، هذا سمين هذا شوف فيناك عنده لي مولي تاعو اكثر نتاع مانيش عارف شكون. شوف كاين فيناك هكذا ما كاش، دوك تقول لي ما لازمش نقولوها ماهيش عيب. انا شوف هذا فيناك هذا مسخروش بينا الله تسخروش ناري ولكن نريد أن نخرج قليلا من هذا الفنك. صحيح الفنك هو حيوان معروف ومشهور يعيش في الصحراء الجزائرية، موطنه الأصلي هو الجزائر، لكن كم من لا وجود له. لكن الأسد أيضا يعيش في الجزائر منذ القدم ويمكن الاعتماد عليه في التمائم. هكيني حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه الأسد، جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفنك على حساب الأسد؟ هاي انت اي حاجه ديها. صحيح ان الاسد اصبح غير موجود حاليا في الجزائر، ولكن الاسد كان موجودا في الجزائر. احنا في الجزائر اولا من حيث المبدا لما نروحوا لعلم الحيوان، الفنك صحيح ذو هويه جزائريه اوريجينال ما نلقاوش منه ولكن في سلوك الحيوان الفنك مرتبط بالجحر تاعو، مرتبط بالاختباء. في الوقت اللي انا كجزائري الان محقق فتوحات دبلوماسيه عظيمه، والاقرب الى انه يشكل تميمه هو الاسد الاطلسي مثلا. لو كان استدعينا الاطلسي نداو يا جماعه، المهم الاسد الاطلسي نتاعي يدوه ولا ما يدوش يبقى تاعي ان شاء الله بربي.